السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة وسعادة وهنا. وصفة النهاردة ان شاء الله نحضر صنف من اصناف حلويات شهر رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. نحضر مع بعض صوابع زينب المقرمشة الدايبة. هتعمليها بكل سهولة وبكل بساطة وتطلع معاكي جميلة جدا ولا اجدعها حلواني. انسي بقى ان انت تشتريها من بره تاني، لانها مش هتكون زي اللي بتشتريها من بره خالص. بالعكس هتبقى احلى واجمل بكتير. هتعمليها ان شاء الله وتطلع معاكي مظبوطة جدا، بمقادير مظبوطة، طريقة تسوية مظبوطة، وكمان هنحضر الشربات المظبوط بتاعها اللي طبعا مش هيسكر معاكي ابدا. كل التفاصيل دي ان شاء الله هنعرفها في الفيديو. تعالوا بينا نبدا ونشوف هنحضرها ازاي. بس اهم حاجه ما ننساش نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واهم حاجه ما تنسيش تحط لايك لو عجبك الفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه بنبدا بتحضير الشربات الاول، لان محتاجينه يكون بارد وكمان تقيل. فاحتجت الكوبايتين من السكر وعليهم كوبايه وربع من الميه. نفس الكوبايه اللي عايرت بيها السكر هي الكوبايه اللي عايرت بيها الميه. بزود عليهم عصير نص ليمونه ما يعادل معلقه كبيره من عصير الليمون. وبدون ما بقلب السكر مع الميه دلوقتي خالص برفعهم على النار. واول ما يبتدوا ان هم يغلوا معايا هبتدي ان انا اديلها تقليبه كده. طبعا مش بنقلب السكر قبل كده مع الميه علشان ما يبقاش فيه اي ترسبات للسكر على جدار الحله، لان طبعا لو في حبيبات للسكر موجوده على الحله لسه طبعا بعد ما الشربات يستوي هيسكر معانا على طول، لان كل السكر ما دابش معانا. فاول ما هيبدا يغلي معانا كده هنديله تقليبه كده في منتصف الحله، ونشيل اي كده حبيبات سكر زايده على جدار الحله، وبنسيبه يغلي لمده 8 دقايق بس. بعد كده بفرغه في وعاء خارجي وبسيبه لحد ما يهدى لوحده كده ويبرد ويتقل معانا. ممكن كمان ندخله التلاجة شويه بعد ما يبرد هيدينا برده تقل اكتر. هحضر بعد كده عجينه الصوابع. احتجت الكوبايتين من الدقيق. وزن الكوبايه 125 جرام، يعني المقدار كله بتاع الدقيق 250 جرام. زودت كمان نص كوبايه من دقيق السميد وزنهم 100 جرام. استخدمت دقيق السميد السايب اللي بيجي من عند العطار بدون اي اضافات خالص. كمان استخدمت دقيق السميد الوسط. زودت عليهم رشه ملح صغيره خالص علشان تظهر الطعم وتظبطه. قلبت كل المكونات الجافه دي مع بعضها. ودلوقتي هنزود الماده الدهنيه اللي معايا عباره عن معلقتين كبار من الزيت وعليهم معلقتين كبار من السمنه. طبعا كمان ممكن تستخدمي مزيج من زبده على زيت، ممكن سمنه على زبده، ممكن الزيت على السمنه زي ما انا عملت كده، ممكن المقدار كله سمنه. بس انسب حاجه تقدري تستخدميها هو مزيج من الزيت على السمنه. طبعا هتاخدي القرمشه من الزيت وكمان الذوبان من السمنه، وده انسب خليط ممكن تستخدميه. بعاير كمان مقدار السمنه بعد ما بسيحها، لان طبعا مقدار السمنه قبل ما نسيحها بتكون طبعا اكتر من مقدارها بعد التسييح. تمام. فاحنا بنسيح السمنه كده وبناخد منها معلقتين كبار، يبقى المقدار كله معلقتين كبار من السمنه السايحه عليهم معلقتين كبار من الزيت. كمان الزيت اللي هنستخدمه يفضل ان هو كده يكون زيت نقي، يكون زيت ملوش اي ريحه علشان طبعا ما يبانش فيه طعم الصوابع. بزود الماده الدهنيه على الدقيق وببدا ان انا ابسه بايدي كده لحد ما كل حبايه من الدقيق تتغلف كويس بالماده الدهنيه، بالظبط كده زي ما بنيجي نبس للكحك او نبس للقرص الفلاحي. واول ما الدقيق كله بقى يتشرب الماده الدهنيه كده خلاص كده هنسيبه على جنب ونبدا نحضر بقى مقدار السوائل اللي هنستخدمه. في البدايه استخدمت نص كوبايه من الميه. بنزود عليها معلقه صغيره من السكر وعليها ربع معلقه صغيره من الخميره الجافه. بلاش نزود الخميره اكتر من كده علشان رسمه الصوابع ما تروحش معانا او ما تضيعش مننا بعد التسويه او بعد التشكيل. فربع معلقه الخميره دي مناسبه جدا للمقدار اللي احنا عاملينه. فبدوب كده السكر والخميره مع الميه الاول وهبدا ان انا اعجن بقى على طول العجينه بتاعتي دي. فببدا ازود الميه بالتدريج لحد طبعا ما العجينه او الدقيق ياخد المقدار الكافي من السوائل. طبعا الدقيق يا بنات بيختلف من نوع لتاني، في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق مش بيقبل السوائل. فانت بتزودي كده الميه بالتدريج لحد طبعا ما العجينه بتاعتك تتشكل معاكي عجينه طريه وناعمه. تمام. فاحنا بنزود الميه كده بالتدريج لحد ما العجينه او الدقيق ياخد المقدار المناسب. استخدمت نص كوبايه الميه وحسيت ان العجينه لسه محتاجه ميه كمان، فجبت ربع كوبايه من الميه وبزودها بالتدريج، او بتزودي معلقه بمعلقه كده لحد ما العجينه تلم معانا. انا العجينه بتاعتي احتاجت لي كوبايه الا ربع من الميه. طبعا انا اكتشفت ان الدقيق هو اللي بيقبل سوائل كتير، فانت ممكن تستخدمي كميه اقل من كده. يعني انت ممكن تستخدمي نص كوبايه من الميه، وممكن تحتاجي المعلقه زياده او معلقتين، يعني ممكن ما تحتاجيش لكوبايه الا ربع كامله. فانت التزمي كده باضافه الميه بالتدريج لحد ما العجينه تتظبط معاكي. هنشوف دلوقتي العجينه اللي احنا المفروض نحصل عليها في الاخر بالظبط زي ما احنا شايفين كده. العجينه طريه مش ناشفه قوي، في نفس الوقت مش طريه قوي، يعني قوامها كده مناسب. لما بضغط عليها كده بحس بطراوه تحت ايدي. العجينه كمان ناعمه. مش بنلتزم كمان بالعجن الكتير في العجينه دي لان داخلها دقيق سميد. اي عجينه بيكون داخلها دقيق سميد مش بنعجن فيها كتير. بمجرد ما الدقيق كده بيلم معانا والعجينه كمان تتشكل كده للشكل اللي احنا شايفينه ده، عجينه كده طريه وناعمه، خلاص كده بنبطل عجين فيها، مش بنبالغ في العجين. بعد كده بغطيها وبنريحها لمده ربع ساعه بس. طبعا هي فيها كميه خميره قليله وكمان مفيش فيها خميره كتير، يعني احنا مش عايزينها تختمر خالص. بمجرد ما ترتاح شويه معانا هنبدا ان احنا نشكل فيها على طول. بعد ربع ساعه ببتدي انزل العجينه بتاعتي على الرخامه علشان ابدا في تشكيلها. طبعا طريقه تشكيلها سهله جدا ومفيش فيها اي مشاكل خالص. بنشكل العجينه بتاعتنا على شكل كرات صغيره.
بنزل العجينه بالشكل ده وابتدي ان انا اقطعها كده لشرايط طوليه علشان ابدا اقطعها لقطع صغيره، وكمان تكون حجم الكرات كلها قد بعضها علشان لما نيجي نشكل الصوابع بعد كده تكون كلها مقاس واحد. تقدري تستخدمي الطريقه دي، بنقطع كده بقطعه البيتزا او بسكينه، وبعد كده هنبدا ان احنا نشكلها. حجم الكوره اللي هنعملها يكون مثلا حجمها كده تقريبا 7 جرام. لو عندك ميزان جرامات تقدري توزني كده كل كوره وتخلي وزن الكوره حوالي 7 جرام كده تقريبا. تمام. لو مش عندك ميزان جرامات يبقى بنظرك كده هتخلي كل الكرات معانا كده يعني تقريبا بحجم البليه، او اكبر حاجه بسيطه. المهم بنبدا نشكل كده كل الكرات مع بعضها. لو في قطعه عجين صغيره ممكن نزودها علشان طبعا يكون كله مقاس واحد. بعد ما بشكلها ضروري ان احنا نغطيها كده بمشمع نظيف علشان طبعا ما تنشفش معانا، لان دي السميد موجود في العجينه ممكن يخلي العجينه تشقق وتنشف معانا بسرعه. فطول ما احنا شغالين او فتره التشكيل كلها لازم تغطيها كده بمشمع نظيف. بعد كده هنيجي لطريقه التشكيل. ببتدي اجيب كده المصفى اللي احنا شايفينها دي، طبعا دي اللي هتدينا الشكل بتاع صوابع زينب اللي احنا بنشتريها من بره او الشكل المتعارف عليه. ببتدي افرد العجينه كده ونبدا ان احنا نرولها على طول بالشكل ده، مش بضغط عليها من الاطراف علشان انا عايزاها كده تكون مفرغه من الداخل علشان طبعا وقت التسويه تستوي كويس معانا، وكمان تكون مقرمشه والزيت كمان كده يتغلغل فيها من كل مكان وتطلع معانا بلون موحد في النهايه. نعمل كمان مع بعض واحده. بجيب كده العجينه وبفردها على المصفى وببدا ان انا ارولها بس كده. طيب لو مفيش عندك المصفى دي تقدري تستخدمي بسطامه الكحك، ممكن كمان تستخدمي مصفة الطماطم العادية خالص، ممكن كمان هراسة الفول لو موجودة. اي شكل عندك في الثقوب دي تقدري تعملي عليها الصوابع وهتطلع معاكي طبعا بيرفكت وشكلها حلو قوي زي اللي بنشتريها من بره بالظبط. بس طبعا المصفى دي اكيد متوفره في بيوت كتيره جدا، فهي انسب حاجه وبتكون كده حجمها حلو كده وكبير تقدري تتحكمي فيها كويس، كمان بتطلع معانا رسمه الصوابع كده بارزه وشكلها حلو قوي وممتازه. فبنخلص بقى كل الكميه اللي معانا بنفس طريقه التشكيل الجميله دي. وزي ما قلت لكم طول فتره التشكيل بنسيب كده العجينه بتكون متغطيه بكيس مشمع علشان طبعا ما تنشفش وتشقق معانا. وهنا بقى بعد ما خلصت كل الكميه اللي معانا شايفين بقى اللهم بارك كوبايتين الدقيق عملوا معانا كميه مناسبه جدا وكويسه من الصوابع دي. بعد ما بخلص تشكيلهم برضو بغطيهم بكيس مشمع كده نضيف علشان برضو ما تنشفش معانا. بعد التشكيل بقى بنبدا بالتسويه على طول. زيت غزير على النار، ببتدي ان انا اختبره الاول بقطعه من العجين. اول ما العجينه بتطفى على وش الزيت بنتاكد بقى ان الزيت بتاعنا ساخن تمام، بنبتدي نهدي النار لنار متوسطه، وبعد كده بنبدا نزود صوابع زينب بتاعتنا. اول بقى ما بنزود الصوابع في الزيت على طول بقى كده اول ما تتشمع معانا بنبدا ان احنا نقلبها مره واثنين وثلاثه واربعه لحد طبعا ما تاخد كده لون موحد من جميع الاتجاهات. ما تستنيش لما تاخد لون من تحت وبعدين تقلبيها، لا اول ما تتشمع معاكي على طول كده ابدأي قلبيها. لازم كده العجينه تشم كده الزيت من جميع الاتجاهات علشان طبعا تستوي تسويه مظبوطه وتاخد كمان لون موحد من جميع الاتجاهات. النار في الوقت ده نار هاديه مش نار عاليه خالص، علشان لو النار عاليه معاكي هتاخد لون على طول من جميع الاتجاهات وفي نفس الوقت هتكون كده طريه من جوه ومش مقرمشه. فشويه بشويه كده بنبدا ان احنا نقلبها لحد طبعا ما تاخد كده لون موحد من جميع الاتجاهات. ممكن مده التسويه تاخد معاكي تقريبا 4 دقايق او 5 دقايق على نار متوسطه، ومجرد ما بتاخد معانا بقى اللون اللي احنا عايزينه بنخرجها على طول. خرجوها كده يكون لونها اشقر فاتح كده، ما تكونش غامقه قوي علشان طبعا هي لسه بتغمق درجتين بعد ما بتنزل في الشربات. سمعتوا صوت القرمشه؟ بجد ما شاء الله اللهم بارك، مقرمشه جدا ومستويه واخده كمان لون حلو قوي. بننزلها على طول في الشربات البارد اللي احنا حضرناه في بدايه الفيديو، وبنبدا ان احنا كده نسيبها حوالي دقيقه في الشربات. بعد كده على طول بنخرجها وبنحطها في مصفى علشان تصفي كل كميه الشربات الزايده فيها. بنسيبها بقى لحد ما تصفي كل كميه الشربات اللي فيها، وبعد كده بتقدموها بالف هنا وعافيه. وبنفس طريقه التسويه دي بنبتدي نخلص كل الكميه اللي معانا. طبعا التسويه مهمه جدا على نار متوسطه علشان طبعا ما تاخدش لون معاكي بسرعه وهي تكون كده من جوه لسه طريه. واول ما بنخرجها زي ما قلت لكم بنحطها على طول في الشربات لمده دقيقه واحده بس مع التقليب المستمر. وبكده يا بنات نكون خلصنا مع بعض وصفه النهارده. شايفين بقى الجمال؟ قدموها بقى بألف هنا وعافية. ممكن نزينها كده شوية من الفستق الكداب أو شوية من المكسرات، شوية من جوز الهند، ممكن كده كام حباية كرز كده في النص. يعني ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اللون بتاعها؟ بجد الرسمة ثابتة واللون جميل قوي، القرمشة بجد ما تتوصفش، طعمها ممتاز جدا. ومش هكذب عليكم بقى واقول لكم ان هي زي الجاهزة، لان هي فعلا احلى من الجاهزة بكتير جدا. يعني طعمها كده ينافس الجاهزة بمراحل. شايفين الجمال؟ رسمتها ثابتة يا بنات، لونها جميل قوي، مقرمشة ودايبة، وطعمها بجد ممتاز. سامعين صوت القرمشة؟ بجد ما شاء الله. جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم وتسلم ايديكم وعيونكم مقدما، والف هنا وعافيه للي يجربها. وبكده يا بنات فيديو النهارده بيكون خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتم من الطريقه. لو انتي وصلتي معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، نورتيني وشرفتيني واسعدني مرورك الجميل. ما تنسيش بقى تحط لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا. ولو لسه مش مشتركه معايا اشتركي في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. ان شاء الله يا بنات نتقابل على خير في فيديوهات تانية كتير. هسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.